السلام عليكم. مرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج واحة سلام. هذا البرنامج المنوع الذي يأتي من أجلكم أنتم أيها الأصدقاء الصغار، ومعي مجموعة من أصدقائي سيكونون معكم في الفقرات المختلفة والمتنوعة، فتابعونا. والآن مع فقرة ينبوع الواحة وصديقي عمر وريان. ترى ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟ هيا بنا لنستمع. أهلا بكم يا أصدقائنا الكرام في فقرة ينبوع الواحة. موضوع اليوم سيكون عن التربية الإيمانية. فالإيمان بالله هو أساس الصلاح للمسلم، والتربية الإيمانية هي منبع الفضائل، وهي الركيزة الأساسية في حياة كل مسلم، وبدونها لا يتحمل الفرد أي مسؤولية، ولا يتصف بالأمانة، ولا يبلغ أي غاية، ولا يسعى لتحقيق أي هدف في حياته، أو يكون لديه قدوة أو مثل أعلى، بل يعيش حتى يأكل ويشرب ويلعب فقط، ويصاحب أصدقاء السوء والفاشلين، فلا يكون لهم وزن في المجتمع ولا مكانة. يجب علينا يا أصدقاء ألا نكون مثل هؤلاء، بل يكون قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يسعى دائما في تربيتنا تربية إيمانية، ويستغل كل فرصة ليغرس الإيمان في قلوب النشء، ليكون هذا الإيمان راسخا ومتجذرا لديهم. لذلك يجب تلقين الطفل منذ نشأته، وتعليمه أصول الإيمان وأركان الإسلام، وتربيته على حب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل هذا لبناء أجيال مسلمة تعرف دين الإسلام وتعمل به. كل هذا لبناء أجيال مسلمة تعرف دين الإسلام وتعمل به. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. ننتظركم في مواضيع أخرى. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء هيا بنا لنتعرف عن معلومات جديدة ومعارف لم نكن نعرفها في فقرة هل تعلم مع صديقنا موفق. هيا بنا. هل تعلم أن إريتريا قد نالت استقلالها من إثيوبيا في عام 1993 بعد حروب استمرت 30 عاما؟ توجت أخيرا بانتصار إريتريا وحصولها على الاستقلال الكامل. أصدقائي، أنتم تعرفون جحا وحماره، فلنستمع إلى قصصه الممتعة والمضحكة ولكن أيضا المفيدة مع صديقنا عبد السلام في فقرة مع جحا. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة مع حكايات جحا. حكايتنا لهذا اليوم بعنوان الحصان القوي. في يوم من الأيام كان قوم يتفاخرون بفروسيتهم في أيام الصبا، فنهض جحا وقال: جيء ذات يوم بجواد جموح للغاية لا يمكن الاقتراب منه، فتقدم إليه أحد شجعان القرية فلم يستطع الركوب عليه، فتقدم إليه أحد شجعان القرية فلم يقدر على ركوبه ولا الاقتراب منه، فقفز على ظهره وصرعه وأوقعه على الأرض، فتقدم إليه أحد شجعان القرية فلم يقدر على ركوبه
ولا الاقتراب منه، وقفز آخر على ظهره فصرعه وأوقعه على الأرض، وأتى ثالث فلم يمكنه الركوب أيضا. عندها أخذتني الحمية، فرفعت ثيابي وشمرت عن ساعدي، ثم أمسكت بجنبه بسرعة وقفزت، ودخل في تلك البرهة أحد أصحاب جحا، فأكمل جحا حديثه قائلا: ولكني لم أقدر أن أركبه أنا أيضا. مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه حكايتنا لهذا اليوم، نراكم لاحقا في أمان الله وحفظه. هذه الفقرة للأصدقاء الصغار، فقرة تعلم حروف اللغة العربية، وهي تعلم العربية. هيا بنا، هيا يا أصدقاء. مرحبا يا أصدقاء. اليوم سنتعلم حرفاً جميلاً، إنه حرف الخاء. الحركات: مع الفتحة نقول خ، مثل كلمة خروف، فالخاء هنا مفتوحة، خروف. أما الكسرة فتنطق خ، مثل كلمة خيارة، نجد هنا الخاء عليها كسرة. وأخيراً الضمة تنطق خ، مثل كلمة خبز، نجد هنا الخاء عليها ضمة. ختاماً أصدقائي، ما رأيكم أن نقرأ قصة كاملة؟ هذه القصة ستكون عن حرف الخاء، لنقرأها سوياً. ذهبت خلود مع والدتها إلى السوق، اشترت خساً وخياراً وخوخاً. كان هذا حرفنا لليوم يا أصدقاء، إلى أن نلتقي مع حرف جديد. إلى اللقاء. كما شاهدتم يا أصدقاء، كان هذا حرف اليوم، والآن سنذهب إلى المسابقة، مسابقة الحروف، مع ريان ومحمد وعلي. جهزوا معنا ورقة وقلما حتى تكتبوا. هيا بنا، هيا. مرحبا يا أصدقائي، كما شاهدنا كان هذا حرف الخاء، والآن مع صديقاي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. والآن مع مسابقة الحروف وحرف جديد، ننتقل إلى الأسئلة التالية. السؤال الأول: أريد منكما أن تذكرا لي اسم ذكر بحرف الخاء. تفضل يا محمد. خالد. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ السؤال التالي: أريد منكما تذكرا لي اسم نبات أو شجرة بحرف الخاء. خس. أحسنت، إجابة صحيحة. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ خيار. أحسنت، أحسنتما. لننتقل إلى السؤال التالي: أريد منكما اسم جماد بحرف الخاء. تفضل يا محمد. خيمة. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا علي؟ لا. لا بأس. السؤال التالي: أريد منكما أن تعطياني اسم حيوان بحرف الخاء. تفضل يا علي. خروف. أحسنت. هل لديك إجابة أخرى يا محمد؟ لا. لا بأس. أعزائي المشاهدين، انتهت فقرتنا لهذا اليوم. نأمل أن نلقاكم في مسابقة جديدة وحرف جديد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والآن يا أصدقاء، فلنستمع إلى قصص الأنبياء مع صديقي موفق وموسى بطريقة روائية ممتعة وشيقة. هيا بنا، هيا معي. السلام عليكم، مرحبا يا أصدقاء.
عدنا لكم في فقرة قصص الأنبياء، حيث توقفنا عندما حكى رؤياه لأبيه، فقال له أبوه: لا تخبر بها أحدا كي لا يحسدونك. وكان ليوسف أخ آخر من أمه اسمه بنيامين، وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا ولا يكن هذا الحب لأحد غيرهما. وكان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين ودائما ما يغضبون، وكانوا يقولون: لماذا أبونا يحب يوسف وبنيامين أكثر؟ ولماذا أيضا يحبهما وهما ضعيفان وصغيران؟ لماذا لا يحبنا مثل يوسف وبنيامين؟ نحن شبان أقوياء. إن هذا أمر عجيب. وكان يوسف ولدا صغيرا، فقال الرؤيا لإخوته، وغضب الإخوة جدا حينما سمعوا الرؤيا واشتد حسدهم عليه. واجتمع الإخوة في يوم وقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه في أرض بعيدة. حينئذ يكون أبوكم لكم خالصا ويكون حبه خالصا لكم. قال أحدهم: لا، بل ألقوه في بئر لعل أحد المسافرين يأخذه. ووافق عليه جميع الإخوة. ترى ماذا حدث ليوسف عندما قرر إخوته أن يلقوه في البئر؟ ستعرفون كل هذا في الأسبوع القادم. كان معكم موسى كبيري وموفق ناصر، والسلام عليكم. أصدقائي، ما رأيكم بأن نتعلم حكمة جديدة مع فقرة حكمة اليوم؟ والأصدقاء عبد السلام ومحمد وعلي وصديقنا عبد الوهاب. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حكمة جديدة لهذا اليوم. وحكمتنا لهذا اليوم تقول: الصداقة الحقيقية تدوم طول العمر. والآن سنأخذ آراء الشباب الطيبين، وأولا سنأخذ رأي صديقنا محمد. ما رأيك يا محمد في حكمة هذا اليوم؟ الصداقة الحقيقية تدوم كل العمر. معناها لو أنت تكون صاحب مع واحد يعني أنت تعرفه من زمان، يعني مرة تعرفون بعض، يعني تعرفون بعض لحد ما تكبروا وما تخلوا بعض. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. والآن ما رأيك يا علي؟ الصداقة الحقيقية تدوم طول العمر، بمعنى إنك لما بدك تكون عاوز صاحبك يدوم معك طول العمر لازم ما تخبي عليه شيء، ما تتضاربوا. لازم يعني إنك لو كنت يعني لقيت إشي تبعه تقول له إنه أنا لقيت الإشي تبعك، ما تسرقه ما تاخده. هذه الصداقة تدوم طول العمر مدام أنت تكون صادق، تكون أمين، تكون صديقك بتحبه وما بتكذب عليه وبتكون صادق معه. هذه هي بتكون الصداقة الحقيقية. أحسنت يا علي، بارك الله فيك. والآن ما رأيك يا عبد الوهاب لحكمتنا لهذا اليوم؟ الحكمة هي مثلا أنا معايا صاحب ضاع منه شيء وهو كان الشيء هذا كان يحبه، فما أروح أخذه أنا أو أوديه وما أعطيه أقول له هذا حقي وأكذب عليه. أروح أقول له الحقيقة وأقول له هذا حقك وضايع منك، وهذه هي الصداقة. أو يكون معك يدرس معك ويشتغل معك أو يسوي معك كل شيء. هذه هي الصداقة. أحسنت يا عبد الوهاب، بارك الله فيك وحفظك. وهكذا يا أصدقائنا الأعزاء انتهت حلقتنا، وسمعنا آراء أصدقائنا لهذه الحكمة الجميلة. وشكرا لكم لمشاهدة هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. لا
يا أصدقاء، هل تريدون أن تعرفوا عن السلطان محمد الفاتح؟ هل تريدون؟ إذن هيا بنا معا إلى قصة الواحة والتي ستتحدث عن السلطان محمد الفاتح. هيا بنا. سيدي، عاد الرسول الذي بعثنا به إلى قرمان أوغلو. هيا قل لي ما هي الأخبار يا أليكسي؟ تصرف قرمان أوغلو مسبقا وبدأ بالسيطرة على مدن الدولة العثمانية. لقد كان صغر سن السلطان محمد وقلة خبرته موضع انتباه الجميع. بالمناسبة، هل بعثت برسالة إلى أقبويلو؟ لا يا سيدي. ابعث إليه برسالة في الحال وقل له إن قرمان أوغلو صار حليفنا. هل هناك من يمكن أن نحالفه أيضا من الأمراء المتمردين؟ ليس بعد. حاول أجدادنا منذ سنوات فتح القسطنطينية، وكانت لهم غزواتهم المتكررة. قاتلنا الحملة الصليبية على شاطئ البحر الأسود، وفتحت فارنا، وفتحت صوفيا، وفتحت مدينة سالونيك اليونانية، وفتحنا أدرنة وجعلناها عاصمة جديدة لنا. وأرجو أن يكون الله قد كتب لنا فتح القسطنطينية ليتم لنا ملك هذا الجزء من أوروبا. إنكم ترون كيف تمكن البيزنطيون من الصمود في وسط أرض الإسلام، وهم يقفون كالشوكة في حلوقنا، يمنعوننا من الانسياح نحو الشمال، ويؤلبون علينا ملوك أوروبا وأمراءها. إنكم تعرفون جيداً إنهم يخططون لشن حرب ضدنا، وينتظرون الفرصة المناسبة لذلك، ويستعينون علينا بالفتنة، يرمونها بيننا ونحن كالخراف. وما زال بينكم من يتولاهم ويهادنهم ناسيا إخوته في الدين. أما رأيتم كيف أحضروا أهل البندقية إلى مضيق قلعة جناح فاستوطنوا هناك؟ لذلك كنت مضطرا أنا ووالدي رحمه الله إلى المرور من حصن الأناضول للذهاب والإياب إلى ملسينا، هذا بعد أن كان الساحلان تحت إمرتنا. أما الآن فقد قررنا بعون الله تعالى أن نبني حصونا مقابل الحصن الذي بناه جدي بايزيد في الأناضول، وسوف أجعل في هذه الحصون مرابض لنصب المدافع، وسنغطي هذا الساحل فتنقلب حسابات البيزنطيين وحلفائهم رأسا على عقب. فماذا ترون؟ كأنك تريد أن تقول شيئا. مع أنك لم تقلها صراحة يا مولاي، فهمت أنك تنوي فتح القسطنطينية إن شاء الله. إذا سمع الصليبيون بهذا سوف يقومون بمهاجمتنا. أقترح أن تؤجل الأمر. نحن سنبني هذه الحصون لحماية أنفسنا منهم، فقد بلغني أنهم يعدون العدة لحربنا. إن أعداءنا يا إخواني مدفوعون بأطماعهم وأحقادهم، ونحن يدفعنا الإيمان بالله ورسوله. وأريدكم الآن أن تجمعوا أكبر عدد من البنائين المهرة والنجارين وعمال الإنشاءات، وأن تعملوا على إحضار الأخشاب والحجارة والجص من هنا، من الأناضول. محمد حامل الراية سيبلغ بالهدى الغاية. محمد حامل الراية سيبلغ بالهدى الغاية، ويحمي حق أمته ويبقى ذكره آية.
نماه الله بالتقوى وهيأهم لمجد غد وعاهد ربه عهدا به يمضي على الرشد. الآن مع فقرة التحدي الذي سيتناول العقيدة والدين الإسلامي مع صديقي محمد وعلي. جاهزون يا أصدقاء؟ هيا بنا. أهلا بكم يا أصدقاء وفقرتكم المحببة التي تحبونها جدا، التحدي، وصديقي محمد وعلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا صديقكم منجوس يحييكم. هل أنتما جاهزان يا صديقي؟ أجل جاهزان. نعم. ممتاز، أرى الحماس عاليا جدا. وماذا عنكم يا أصدقاء؟ هل أنتم جاهزون؟ اكتبوا لنا. هل جاهزون أنتم؟ إذا ننتقل إلى الأسئلة مباشرة. السؤال لك يا محمد، والسؤال يقول: ما هي الصلوات المفروضة؟ هل هي التراويح؟ أم هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح؟ أم هي صلاة الضحى؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فلنرى الجواب. أحسنت يا محمد، لقد كان جوابا صحيحا. نعم فعلتها. ممتاز جدا. هل تعرف صلاة أخرى من الصلوات غير المفروضة؟ نعم، صلاة الوتر. ممتاز يا محمد، أحسنت، هذه من الصلوات غير المفروضة، صلوات السنة. الآن يا صديقي علي، هل أنت جاهز إلى السؤال الثاني؟ أجل. هيا بنا. السؤال الثاني يقول: كم عدد ركعات صلاة الظهر والعصر والعشاء مع بعضهم؟ هل هي 3 ركعات أم ركعتان أم 4 ركعات؟ الجواب الثالث، 4 ركعات. الجواب الثالث 4 ركعات. فلنرى. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. ممتاز. أجل، لقد فعلتها. أحسنت. ماذا عن صلاة الصبح؟ كم ركعة؟ هي ركعتان. ركعتان. ممتاز. الآن ننتقل يا أصدقاء إلى السؤال الثالث، والذي يقول: أعتقد يا محمد أننا تحدثنا في هذا. نعم. حسنا، إنه سؤال هل هو سهل؟ نعم. إذن كم عدد ركعات صلاة الصبح؟ 2 ركعتان. أحسنت يا محمد، لقد كان الجواب صحيحا. نعم فعلتها. لماذا تضحك؟ هل لأن علي ساعدك؟ اعترف. لا كنت أعرفه. أحسنت. الآن إلى السؤال الأخير يا علي، استعد. مستعد. السؤال يقول: كم عدد ركعات صلاة المغرب؟ هل هي ركعتان أم 3 ركعات أم 4 ركعات؟ الجواب هو 3 ركعات. 3 ركعات. ممتاز. فلنرى الجواب. أحسنت يا علي، لقد كان جوابا صحيحا. يبدو أنك واثق من نفسك يا علي. أجل، واثق من نفسي. وحتى أنت يا محمد. نعم. ممتاز. هل تؤديان الصلاة في المسجد؟ أجل، كل في يوم. أغلب الأوقات، صحيح؟ نعم. ممتاز. وماذا عنكم يا أصدقاء؟ ارسلوا لنا ماذا كانت أجوبتكم. وهل تؤدون الصلاة في المسجد؟
أم في البيت؟ وما هي الصلوات؟ ننتظركم يا أصدقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. أصدقائي، هل أنتم جاهزون لحل اللغز مع فقرة لغز اليوم؟ وصديقنا عمر هيا بنا فلنحل اللغز معا. هيا بنا هيا. السلام عليكم يا أصدقاء. في فقرة لغز اليوم، إجابة اللغز الماضي كانت الحفرة، وإجاباتكم كانت صحيحة. أما لغزنا لليوم فهو عن حيوان يستطيع الاستيقاظ لفترات طويلة وينام واقفا. ما هو هذا الحيوان يا أصدقاء؟ أنا بانتظار أجوبتكم. إلى اللقاء. أحسنت يا عبد الوهاب، ولكنك صرت كلام علي. مرحبا بكم يا أصدقاء في حلقة شنو يا أخي؟ يا حلقة شنو يا جوليا؟ حلقتك ولا حلقتك؟ مرحبا يا أصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم